في الفيديو ده هنتكلم على ازاي نحط الماتيريال بتاعتنا على الاليمنت. هنروح نمسك الحيطان، همسك حيطة واحدة واقول له رايت كليك select all instance in entire project. كده هو مسك الحيطان ال25 بس، ممسكش اي حيطان 12. يعني انا لو رحت قلت له HI تلاقي معظم الحوائط خارجية ومفيش اي حوائط داخلية خالص ظاهرة معايا. فلو انا مثلا الحوائط الداخلية هتكون جبسن بورد والحوائط الخارجية هتكون طوب، فهعمل حاجة زي كده. لكن لو كل الحوائط بتاعتي هتاخد طوب عادي خالص، طوب احمر، فانا همسك الحيطة بتاعتي واروح اقول له ايزوليت كاتيجوري، فكل الحوائط تظهر معايا بالشكل دوت. طيب ازاي بقى انا احط عليهم كلهم ماتيريال واحده؟ ده ممكن تعلم عليهم كده بالشكل ده. ازاي بقى انا احط عليهم ماتيريال واحده؟ همسك الحيطه دي واخش على الايديت تايب ايديت، واروح افتح الماتيريال بتاعتي باي كاتيجوري، او اكتب هنا بريك. اختار البريك بتاعي، وعندك هنا اكتر من نوع بريك ممكن تستخدمه. يعني ممكن تستخدم الطوب الاسمنتي، الطوب الاحمر. وبعد ما تختار البريك تعال نركز بقى مع بعض، يا تخش في الايدنتيتي وتوصف التوصيف بتاعك بالكامل. بعد كده تروح للجرافيكس، في عندك السيرفيس باترن دوت هيكون الشكل بتاعها، وممكن تختار اكتر من شكل من الهاتش اللي عندك ده. وهنشوف واحنا شغالين دلوقتي ازاي نزود الهاتش بتاعنا. تعالى بقى نبص على الكات باترن. الكات باترن اوتوماتيك موجود، والهاتش بتاعه الطوب بيكون بالشكل ده. بس تعالى ممكن نفتحه ونشوف برضو التفاصيل بتاعته. يبقى هنا هلاقي عندي مجموعة من الهاتش ممكن استخدمها. طيب تعالى ندوس اوكي على البريك ونقول له اوكي. كل الحوائط بتاعتي خدت اللون الاحمر، اللي هي كل الحوائط الخارجيه، لان انا ما عملتش دبليكيت للحيطه دي. هي وول 25 سم، فهي الوحيده اللي اشتغلت، بعكس الحوائط اللي جوه عشان دي حيطه 12 ودي حيطه 25. فعشان كده الماتيريال نزلت على دي ونزلت على كله،